عزيزي الكاتب، ما تاخدش أفكار روايتك من روايات، خدها من الكتب. يعني مثلا الكاتب هنا بيتساءل ليه كل الشعوب القديمة كانت بتؤمن إن احنا نقدر نحول المعادن من بعضها لبعض، من ثم لذهب. طيب خلينا نسرح بخيالنا هنا ثانية، نسأل نفسنا ماذا لو إن احنا استخدمنا الفكرة دي، ولكن نخلي مثلا إن في مصر القديمة يكون في كاهن عنده فعلا القدرة إن هو يحول المعادن من معدن لمعدن ومنها الذهب، ولكن مرة كل 20 سنة بيعملوا مسابقة تكون ما بين الكهنة الصغيرين، بحيث ان اللي بيفوز فيهم يكون هو الوحيد اللي يقدر ان هو يكون الوريث بتاعه. في الحالة دي يكون الوحيد اللي يقدر يحول معدن لذهب، وان الشخص اللي هو هيكون الوريث بتاعه ده هيكون اكتر حد مصر القديمة ليه سيطرة دينية في البلاد، كان هو يكون الكاهن الأعظم، وبالتالي هيكون تقريبا تاني أقوى شخص في البلد بعد الفرعون على طول أو بعد الملك. بس احكيلي يا عزيزي الكاتب، لو انت هتستخدم نفس الفكرة دي ولكن في الرواية بتاعتك، هتستخدمها ازاي؟